يا نهار ابيض، ايه ده؟ مين اللي عمل فيكي كده يا بنت؟ قومي قومي بسرعه لما اوديكي عند الدكتور. هي اللي بدأت يا ميس، انا ما عملتش حاجه. هي اللي رمت العصير في وشي، رحت انا زقيقها على الديسك اتعورت، انا ما جيتش جنبها. عمران بيكذب يا ميس. هو اللي زقني، هو اللي زقني وفتح لي دماغي وقعد يضحك يا ميس. انا عايزه حقي. لا، كده كتير كتير قوي اللي بيحصل في مدرستي ده. يلا تعالى قدامي، تعالى قدامي على مكتبي لما اتصرف معاك. دي اكيد لايحة تتصل ببابا، ده احنا يومنا مش معدي. كان لازم يعني يا عمران تعمل المصيبة دي معايا في نفس اليوم. احنا اكيد هنترفد يا زئردة، احسن برضو علشان ما نجيش المدرسة تاني. ايه. انا كده فهمت جيسي ما رضيتش تخرج معايا للبريك ليه. اكيد بتعمل حاجة في شنطة روزان، بس يا ترى بتعمل ايه؟ انا مش قادر اشوف. جيسي، انا شفتك على فكرة. هو انت كنتي بتعملي ايه في شنطة روزان من شوية؟ ايه ده يا سلطان، انت بتراقبني؟ تعالى تعالى اقف جنبي وخلينا نتفرج من بعيد. عد من 1 ل10 وانت هتعرف انا كنت بعمل ايه. ماشي، مع اني مش مرتاح لك. اهي رزان قربت تدخل الفصل، خلينا نتفرج ونتبسط. اللي انا عملته ده، انا ما كنتش اعرف ان النار هتمسك في شعرها. يلا يلا ملناش دعوة يا سلطان، يلا نجري بسرعة. حرام عليكي، حرام عليكي، ايه اللي انت عملتيه ده؟ البنت شعرها ولع. الو، ايوه يا استاذ احمد، لو سمحت لازم تيجي المدرسة حالا، امر مهم جدا. في ايه يا حضرة المديرة؟ في حد من الولاد حصل له حاجة؟ طب حد عمل لهم حاجة؟ على فكرة لو حد عمل لهم حاجة انا لا يمكن اسكت ابدا، دول ولادي. يا استاذ احمد، ابنك فتح دماغ بنت والتانيين ولعوا في الفصل، والاخيرة فتحت سوق الجمعة عندنا في المدرسة. ممكن تيجي دلوقتي حالا من فضلك؟ انا جاي حالا، مع السلامة. استر يا رب. انا كنت حاسس ان العيال دي هتعمل مصيبة، دول ملهمش تعليم خلاص. انا مش عارف اقول لحضرتك ايه بصراحة. انا مش قادر اصدق اللي بسمعه ده. معقول زئردة تعمل كده؟ الزئردة دي اللي هي سيلين عملت كده. وحضرتك ما بتديهاش مصروف ولا ايه؟ لا، ازاي؟ طبعا بتاخد. انا مش عارف هي عملت كده ليه. يا بابا، انا عملت كده علشان حاجات التنتين غالية قوي، والواحد برضه لازم يفكر في الاستثمار من وهو صغير، والمشروع ده كان هيبقى بداية طريقي اني ابقى سيدة اعمال كبيرة ومسهولة، بس انتوا ادوني فرصة اكمله بس لاخر السنة. سامع يا استاذ احمد بتقول ايه؟ عايزة تجلطني، بنتك عايزة تجلطني. بس اسكتي خالص يا سيلين، انت عاوزة تجلطي حضرة المديرة ولا ايه؟ طب وعمران يا حضرة المديرة، معقول عمران يتخانق مع حد وكمان يعوره؟ ده صوته ما بيطلعش في البيت، ده اكتر واحد في اخواته هادي ومالوش دعوة بحد. هادي؟ امال لو مش هادي كان عمل ايه؟ ده حط البنت دبابيس في الديسك وفي الاخر ضربها وفتح لها دماغها. عليه العوض ومنه العوض. معقولة يعني العيال ما طلعش فيهم حد عدل غير سلطان وجيسي؟ صحيح الكبار هم اللي عاقلين ومتربيين. تسمح لي اقول لك يا استاذ احمد ان الكبار كمان ما تربوش. نعم؟ يعني ايه؟ سلطان وجيسي عملوا مشكلة كبيرة مع بنت في الفصل وولعوا لها في شعرها، ولولا ستر ربنا كانوا هيولعوا في المدرسة كلها. بص يا استاذ احمد، انا مرضتش ارفضهم، بس عشان احنا لسه اول السنة وحرام السنة تضيع عليهم، بس انا اديتهم فصل 3 ايام. حاولوا بقى في الوقت ده تعرفوهم غلطهم ويرجعوا ما يعملوش اي مشاكل، والا هضطر ارفضهم ومش هيكملوا معانا في المدرسة. طبعا حاضر، شكرا لحضرتك يا حضرة المديرة. يلا قدامي على البيت، يلا لما اخد اخواتك ونروح ونشوف حسابكم معايا في البيت. حاضر يا بابا حاضر. يا ترى بابا هيعمل فينا ايه؟ اكيد هيلسعنا بالنار او هيمنع عننا الاكل والشرب 3 ايام. ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ هو احنا متاخدين اسرى في الحرب يا عمران؟
طبعا اللي بتقوله ده غلط. يعني ايه أسرة دي؟ معناها ايه يعني؟ معناها ان بابا هيموتنا صح؟ اسكت بقى شوية يا عمران، خلينا نعرف نفطن. انا رأيي كده ننزل بدلدنا احسن ونفتح السبات دلوقتي ونهرب منه بسرعة، هو ده انسب حل. يلا يلا يا جماعة نهرب قبل ما يجي. وهنهرب نروح فين بقى يا فلح؟ ما تقلقش يا سلطان، انا محضره لكل حاجه. هناخد الحاجات الحلوه اللي انا استلتها ونبيعها قدام المدرسه، ونبقى رجال اعمال وستات اعمال كبيره، ومش هنحتاج لبابا. بس اسكتي خالص يا زئرد، ده انت لسه ما حرمتيش. انا مش ههرب ومش هروح في حته. على فكره انا ما عملتش حاجه اصلا، جيسي اللي عملت. انا ما اعرفش انا متعاقب معاكوا ليه. اخصى عليك يا سلطان، بقى كده يعني بتتخلى عني؟ وانا عملت كده يعني ليه؟ مش عشان الزفته اللي اسمها رزان دي كانت بتدلع عليك؟ بتدلع ايه بس يا جيسي؟ انت اللي فهمتي غلط ودماغك دي غلط كلها. انا كده فهمت، وعلى كده بقى كانت حلوه بقى رزان دي يا سلطان. بصراحه زي القمر. عشان كده، علشان كده زيسي عملت فيها كده. والله بقى لو ما سكتوش انتوا الاتنين انا هضرب. بس اسكتوا انتوا بقى كلكم. انا سامع صوت خطوات رجلين، باين كده بابا جاي. انا خايف قوي. بابا اسمعني يا بابا، انا ما عملتش حاجه. جيسي هي اللي اتخانقت مع البنت، انا ما عملتش حاجه خالص. كلكم غلطانين، وانت المفروض يا سلطان الكبير كنت تاخد بالك من اخواتك. وانت يا جيسي كمان، انت مش صغيره على اللي عملتيه، تولعي في شعر زميلتك في الفصل. وانت بقى يا زئرده هانم، كان لازم تقول لنا الاول قبل ما تعملي اي حاجه. اما انت بقى يا عمران، فما توقعتش منك تكون نوتي كده. انا بجد زعلان منكم قوي، وعلشان كده انتوا هتتعاقبوا ال3 ايام دول. محدش هيخرج من الاوضه الا للحمام بس، ومش هتاكلوا غير عيش وجبنه، وكمان مفيش اي موبايل هيدخل الاوضه. انتوا خليتوا شكلي وحش قوي في المدرسه. يا سلام، دلوقتي حسيتي بالندم وبتعيطي؟ لا انا ما حسيتش بحاجه، انا بعيط علشان ماما النهارده تانيتها تعمل مكرونه بالبشاميل وانا مش عارفه اكل منها. ده انت مستفزه، يعني همك على بطنك بس، يعني مش فارق معاكي الحبسه دي والموبايلات وبتفكري في الاكل؟ مش كفايه مش هعرف اشوف الماتش اللي انا كنت عايزه اتفرج عليه؟ يعني ايه مفيش موبايلات؟ لا مش هينفع، انا لازم ادخل على الانستجرام وادخل على اليوتيوب وكمان التيك توك واشوف كل حاجه، انا كده مش هعرف اتابع. بس بقى اسكتوا، انا عايزه اروح الاوضه بتاعتي، ماليش دعوه. انا مش بعرف انام غير على السرير بتاعي، انا مش عايزه اقعد هنا. بقول لكم ايه بقى، اسكتوا شويه، خلينا نفكر هنعمل ايه ونخرج ازاي من الموقف اللي احنا فيه. ايه ده بجد يا سلطان؟ يعني ممكن يكون ليها حل وما نتحبسش 3 ايام؟ طب هنعمل ايه؟ لا ده احنا ممكن نعمل تتيل قوي يا زيس. بص يا عملان، انت بابا بيحبك، وكمان انت اطول واحد مش هيتست فيه. دلوقتي بابا نايم، واكيد ماما قاعده بتتفرج على المسلسل بتاعها. انا عاوزاك بقى تعمل نفسك كأنك رايح الحمام، وتعدي على المطبخ تجيب لي خلطه مكرونه بالبشاميل. وانا بليز يا عمرانه ارجوك هاتلي الموبايل بتاعي. وانت يا سلطان مش عاوزني اجيب لك حاجه؟ لا مش عايز، انا اصلا مش هشترك معاكم في حاجه تاني. يتون احسن برضه، علشان المساتل كلها بتيجي منك انت اصلا. مني انا؟ ماشي، شوفوا بقى هتعملوا ايه، وبعدين محدش له دعوه بيا خالص. انا ماليش دعوه بحاجه ومش مشترك في حاجه. يلا يا عملان اتسحب بره واوعى تعمل صوت. هات تليفون زيسي وبعدين هاتلنا الاكل. حاضر يا زئردة. يلا يا عمران يا قوي يا جامد يا سوبر هيرو. ثانك يو يا عمران، اخيرا الموبايل رجع لي. هات يا عمران الموبايل. انتوا مش عارفين انا عملت ايه علشان اعرف اجيب الموبايل ده انا طلعت جبال وعمت في البحر وقابلت سمكة قرش كبيرة. خد يا جيسي الموبايل اهو بتاعي. ياي شكرا يا عمران، انا بحبك قوي. اما اروح بقى اجيب لك الاكل يا زئردة. ايه ده؟ استنى،
ده مش تليفوني يا عمران، ده تليفون عمو احمد. يا نهار ابيض، انت جبت تليفون بابا، رحنا في داهية خلاص. وطي التليفون يا جيسي، انت مستنية ايه؟ يا بنتي وطي التليفون. لا يا سلطان استنى، اصل انا بحب الاغنيه دي قوي. وطي التليفون يا زيزي كده بابا هيصحى. لا مش هيصحى ولا حاجه، سيبوني بس ارقص على الاغنيه اللي انا بحبها. يا نهاركم مش فايت، كمان سرقتوا تليفوني. لا مش ممكن. اهلبوا بسرعه. بابا انا ماليش دعوة خالص بتليفونك ده، بس يا بابا عايز اقول لك خلاص بقى، احنا عايزين نعتذر لك، احنا خلاص مش هنعمل اي حاجة تاني. ايوه يا عمو بجد خلاص اخر مره، مش هنعمل كده تاني. وانا كمان اسف يا بابا، مش هعمل كده تاني ابدا. وانا كمان يا بابا اسفه، مش هعمل كده تاني ومش هبيع اي حاجه حلوه. ممكن بقى افضل ابيع هدوم. ولا هدوم ولا اي حاجة، وعامة ماشي انا هسامحكم، بس دي اخر مرة، ويلا بقى علشان نتعشى كلنا. ماما عاملة شوربة خضار ايه عسل. نعم؟ ايه؟ صلبة خضار؟ يعني ما فيش مكرونة بالبشاميل؟ يعني انا